بين لنا انها موجوده، يبقى فين بقى؟ قدامه في النيابه. وقمنا ملحوظه، قمنا بالاتصال بها تليفونيا 4 مرات لم ترد، هربت مني، هربت. خايفه من المواجهه؟ اقسم بالله العظيم انا ما هسيب القضيه دي الا لما تيجي تتسال، لانها كلها تلفيق في تلفيق في تلفيق في تلفيق كله. فانا بتحداك وانت الواد اللي معاك ده اللي اسمه خلوده ده، البت اسمها دي اسمها ليلى فاروق، قاعده تقول لي خلوده بس حاجه كده. المهم يعني تعالي تعالي واجهينا، تعالي قدام محكمه. انا راجل شغال رئيس محكمه، العين بتبين، العين بتبين. ثانية واحدة يا باشا، الورق كان بيقول رئيس محكمة العجوزة وولاد كان ايامها طبعا الهرم ده كله تبعنا. الورق بيقول انه ما سرقش، الورق بيقول انه ما عمل، الورق بيقول بص في عينيه هتلاقيه كده. ليه بقى؟ عشان كده انا مش موافق على ان المحاكمات تتم عن طريق البتاع انت اسمه بتاع الشاشات دي. ليه؟ لان الكتروني يعني. لان احساس القاضي يبقى جواه من نظره للي قدامه، سواء مجني عليه او مدافع حق الله او فانا بتحدى قدام مصر كلها. وبقول تاني باكد لكل شعب السعوديه، ملك، ولي عهد، وزراء، شعب فوق دماغنا، عندنا قضيه معانا. والجديد بقى انها طلعت اصلها باكستاني، مش بقول اي كلام. بص في وشها، انا مش بكمل يعني، بس هي اصلها باكستاني. دي معلومه جديده الحقيقه يعني. هي باكستانيه. ايوه. انت مش شايفه البتاع اللي نازله دي؟ لا انا باكستاني، لا انا بتكلم بجد، اصلها باكستاني. هترفعي قضيه انت جوزك عشان انت باكستاني؟ باكستان دي كان فيها مين؟